بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلبة سنة رابعة ابتدائي. عملت لكم مذكرة عن الوحدة الأولى، مذكرة سؤال وجواب. أهم الأسئلة اللي موجودة في الوحدة الأولى وإجابتها النموذجية، وسايب لك في الآخر بعض الأسئلة هتحلها أنت بنفسك بعد ما تذاكر الوحدة كلها. يلا مع بعض نشوف المذكرة. المذكرة بيبقى فيها مفاهيم ومصطلحات زي تعريف الخريطة، زي تعريف مقياس الرسم، زي المصادر الأولية والمصادر الثانوية، ده كله في الدروس الأولانية. في الحقيقة، في الرأي، في القارة، في المحيط، في المحافظة. دي كلها تعريفات في الوحدة الأولى، كل تعريف وتحته التعريف بتاعه. تاني حاجة الحدود الإدارية، عندنا محافظات الحدود، عندنا العلم، عندنا الشعار. ده آخر درس. تعريف الشعار هو إيه؟ تعريف العلم هو إيه؟ محافظات الحدود هي إيه؟ بعد كده أسئلة مهمة جدا، أسئلة بما تفسر. أهمية رسم وردة البوصلة. وردة البوصلة فايدتها إيه؟ مفتاح الخريطة فايدته إيه؟ عملنا قناة جديدة موازية لقناة السويس، فايدتها إيه؟ بعد كده أهمية موقع مصر الجغرافي، ده السؤال ده مهم. سؤال تاني، أهمية نهر النيل للمصريين، عمل لهم إيه؟ ليه اخترنا القاهرة كعاصمة لمصر؟ دي كلها أسئلة مهمة. وألوان علم مصر، اللون الأحمر والأبيض والأسود، مهم في إيه كل واحد من ده، أو وجوده في العالم ليه. دي كلها موجودة في المذكرة اللي أنا عاملها لكم. بعد كده ليه القاهرة بتحتفل في 6 من يوليو بالعيد القومي بتاعها؟ ليه كل محافظة لها شعار خاص بيها؟ بعد كده العناصر الأساسية للخريطة، وردة البوصلة فايدتها إيه؟ شبكة خطوط الطول ودوائر العرض، مفتاح الخريطة، مقياس الرسم. بعد كده الصور اللي هي الصور الجوية والصور الفضائية، تعريف كل واحدة فيهم. كل دي أسئلة مهمة في الوحدة الأولى. بعد كده سؤال مهم تاني اسمه ما نتائج. ما نتائج حفر قناة السويس؟ ما نتائج ان نهر النيل بيمر في ارض مصر؟ بعد كده الدولة عملت على تطوير محافظة القاهرة، فعملت مشاريع في محافظة القاهرة. ايه المشاريع اللي الدولة عملتها في محافظة القاهرة؟ يلا مع بعض ناخد الجزء اللي فيه حل واحله معاكم. اول سؤال، اكمل العبارات الاتية. تساعدنا وردة البوصلة في. وردة البوصلة بتبقى على الخريطة، بتساعدنا في ايه؟ طبعا سامعكم بتقولوا في تحديد الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية. الاتجاهات الأصلية 4، الاتجاهات الفرعية 4. الأصلية شمال جنوب شرق غرب، الفرعية ما بين الجهات الأصلية. السؤال الثاني، الفلاح يستخدم الخريطة في تحديد نقط. طبعا الفلاح بيستخدم الخريطة، والجندي بيستخدم الخريطة، والسائح بيستخدم الخريطة. طب الفلاح بيستخدمها في ايه؟ طبعا بيستخدمها في تحديد ملكية الأراضي الايه؟ الزراعية. يبقى يستخدمها الفلاح في تحديد ملكية الأراضي الزراعية. السؤال الثالث، حفرت قناة سيزوستريس في عهد الملك. قناة سيزوستريس دي بتصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط بس عن طريق النيل، لازم ما بينهم مين؟ النيل. اللي عملها الملك مين؟ سونسيرت الثالث، كان في الدولة الوسطى في مصر الفرعونية. لوحة نعرمر أو لوحة الملك مينا تعد من المصادر؟ طبيعي، لوحة الملك مينا معمولة وقت الملك مينا، يعني وقت الحدث نفسه، يبقى دي من المصادر الايه؟ المصادر الأولية، لأن المصادر الأولية مصادر عصرة الحدث. السؤال الخامس، تقع مصر في نقط قارة أفريقيا. مصر بتقع فين في قارة أفريقيا؟ في جهة شمال شرق قارة أفريقيا. يبقى تقع مصر في جهة شمال شرق قارة مين؟ قارة أفريقيا. دي أسئلة مهمة جدا. جايب لك أهم الأسئلة اللي في الوحدة في قلب المذكرة دي. هتذاكر المذكرة دي إن شاء الله هتستوعب الوحدة الأولى وهتبقى سهلة جدا. 6، أصبحت السفن تمر في الاتجاهين بعد حفر. طبعا بعد حفر ايه؟ بعد حفر قناة السويس الجديدة سنة 2015. أهمية قناة السويس الجديدة، أصبحت السفن تمر في اتجاهين مختلفين. السؤال اللي بعده، عاصمة جمهورية مصر العربية. طبعا عاصمة مصر ايه؟ عاصمة مصر محافظة القاهرة. طب اشمعنى القاهرة يا مستر؟ بسبب موقعها المتميز، بسبب وجود معالم أثرية فيها، وجود مراكز حضارية وعمرانية فيها. دي نتيجة ان احنا خدنا محافظة القاهرة عاصمة لجمهورية مصر العربية. السؤال الثامن، الحدود التي تفصل بين المحافظات تسمى حدود. لو حدود ما بين المحافظات بسميها حدود إدارية.
عندنا 27 محافظة، 13 في الوجه البحري، 9 في الوجه القبلي، 5 في محافظات الحدود الصحراوي. رقم 9، أحد ألوان علم مصر ويعبر عن السلام. طبعا اللي بيعبر عن السلام اللون الإيه؟ اللون الأبيض، يبقى اللون الأبيض. هنكتب اللون الأبيض، طبعا بيبقى في وسطه إيه؟ نسر ذهبي. الجامع الموجود على شعار محافظة القاهرة هو الجامع الإيه؟ طبعا الجامع الأزهر. يبقى الجامع اللي موجود على شعار القاهرة اسمه الجامع الأزهر. نشوف الأسئلة أو جزئية تانية من الأسئلة. صح وغلط، اكتب كلمة صواب وكلمة خطأ. يمكننا معرفة الموضوع الذي تتناوله الخريطة من خلال مقياس الرسم. طبعا الإجابة دي غلط. بعرف الموضوع اللي بتناوله الخريطة عن طريق عنوان مين؟ عنوان الخريطة هو اللي بيحدد لي الموضوع ده. السؤال الثاني، الصور الفضائية والصور الجوية متماثلتين، يعني زي بعض. طبعا الإجابة غلط. الصور الفضائية بتتم عن طريق الأقمار الصناعية، أما الصور الجوية بتتم عن طريق الطائرات، يبقى الإجابة خطأ. نشوف السؤال الثالث، تربط قناة السويس بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. طبعا الإجابة صحيحة، وأهمية قناة السويس إنها وفرت الوقت والجهد والمال. نشوف السؤال اللي بعد كده، الإسكندرية أجمل المدن الساحلية. تعبر هذه العبارة عن حقيقة. اسكندرية أجمل مدينة، ممكن واحد يقول لك دمياط، ممكن واحد يقول لك مطروح، ممكن واحد يقول لك العريش. يبقى دي حقيقة؟ طبعا لا، ده رأي. يبقى الإسكندرية أجمل المدن الساحلية ده رأي وليست حقيقة. نشوف السؤال اللي بعده، يتكون العالم من 5 محيطات. طبعا العالم بيتكون من 5 محيطات و7 قارات، يبقى العبارة صحيحة، يبقى هنكتب صواب. نشوف السؤال اللي بعده، يدور طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا. طبعا طريق رأس الرجاء الصالح بيدور حوالين قارة أفريقيا، كانت السفن بتعبر فيه قديما من ناحية الغرب والجنوب قبل ما نحفر قناة الايه؟ قناة السويس، يبقى الإجابة صواب. نشوف السؤال السابع، محافظة السويس من محافظات الوجه القبلي. طبعا الإجابة خطأ، محافظة السويس من محافظات الوجه البحري، وعرفنا أن محافظات الوجه البحري حوالي 13 محافظة. نشوف السؤال اللي بعده، تم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة اللي هي بتتعمل حاليا لتخفيف الضغط السكاني. لو قلت لك بما تفسر إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، الإجابة لتخفيف الضغط أو الازدحام السكاني اللي موجود فين؟ اللي موجود في القاهرة. يبقى الإجابة هتبقى إجابة إيه؟ إجابة صحيحة، هنكتب صواب. يبقى هنكتب إيه؟ هنكتب صواب. نشوف السؤال اللي بعده، الطائر الموجود وسط علم مصر الحالي هو الصقر. طبعا لا، ده اللي موجود في وسط علم مصر الحالي هو مين؟ هو النسر. يبقى الإجابة خطأ، والنسر عشان يدل أن مصر دولة عربية. السؤال العاشر، يدل اللون الأحمر في علم مصر على السلام. طبعا اللي بيدل على السلام في علم مصر هو مين؟ هو اللون الأبيض. أما اللون الأحمر بيدل على بذل الدماء والتضحية من أجل مين؟ من أجل الوطن. السؤال رقم 11، تحتفل جميع المحافظات بعيد قومي واحد. طبعا غلط، كل محافظة ولها عيدها القومي نتيجة مناسبة حصلت فيها أو حدث حصل فيه، يبقى الإجابة خطأ. نشوف جزئية تانية من الأسئلة، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تستطيع حساب المسافة بين مدينتين على الخريطة عن طريق، طبعا المسافة جاب لك كلمة المسافة يبقى مقياس الرسم، دي النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. نتعرف معنى الألوان والرموز على الخريطة من خلال، يعني احنا بنعرف الرموز والألوان على الخريطة من خلال ايه؟ يعني الرموز والألوان موجودة فين على الخريطة؟ طبعا كلكم بتقولوا لي موجودة يا مستر في مفتاح الخريطة. يبقى الرموز والألوان موجودة فين؟ موجودة في مفتاح الخريطة. يبقى هنكتب أو هنعلم على
مفتاح الخريطة. 3. أحد المصادر الثانوية. أنهم اللي جاي ده مصادر ثانوية؟ طبعا الموسوعات من المصادر الثانوية، والكتب من المصادر الثانوية، والأبحاث من المصادر الثانوية. يبقى دي كلها مصادر ثانوية. يلا نشوف السؤال اللي بعده. نهر النيل أطول أنهار العالم. تعبر هذه العبارة عن، طبعا نهر النيل أطول أنهار العالم. يبقى دي إيه؟ دي حقيقة. يبقى هنعلم على حقيقة. نشوف السؤال اللي بعده. يحد مصر من الشمال. في شمال مصر موجود إيه من الحاجات دي؟ طبعا سمعكم بتقولوا موجود يا مستر البحر المتوسط. يبقى هنعلم على البحر المتوسط. محافظات الحدود الصحراوية. عندنا 5 محافظات: مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء. دي كلها محافظات حدود. يبقى عندنا مطروح. أصغر محافظات مصر من حيث المساحة. أصغر محافظة من حيث المساحة طبعا محافظة إيه؟ محافظة دمياط. أما أكبر محافظة في مصر من حيث المساحة محافظة الوادي الإيه؟ الوادي الجديد. يبقى دمياط. نشوف السؤال اللي بعده. قام بتلحين النشيد الوطني، نشيد بلادي بلادي اللي احنا بنقوله في الإذاعة المدرسية. مين اللي قام بتلحينه؟ طبعا سيد درويش. يبقى هنعلم على مين؟ على سيد درويش. السؤال اللي بعده. أحد ألوان علم مصر ويدل على ظلم الاستعمار. طبيعي الاستعمار يبقى اللون الإيه؟ اللون الأسود. دي فترة الاستعمار اللي كان فيها مصر. يبقى اللون الأسود. نشوف السؤال اللي بعده، آخر سؤال معانا. قام بتأليف كلمات النشيد الوطني نشيد بلادي بلادي. مين اللي ألفها؟ طبعا كلكم بتقولوا محمد يونس القاضي. يبقى هنعلم على محمد يونس القاضي. بكده يبقى عملت المذكرة معاكم، مذكرة سؤال وجواب، وحلينا احنا الجزء الفاضي اللي سيبه لكم عشان تحلوه. هسيب لك المذكرة في وصف الفيديو، وهسيب لك دروس الوحدة الأولانية كلها في وصف الفيديو تبقى تسمعها. تابعني في بقية المراجعات. مع تحياتي مستر جبر.